المنحنى العكسي والمنحنى المركب على السيفل 3D ازاي بكريتهم. هنبدأ بالمنحنى العكسي. الشكل اللي قدامنا ده هنرسم عليه المنحنى العكسي بتاعنا. هنروح هنا على الالاينمنت ونقول له كريت الاينمنت باي لي اوت. هنسمي المسار ده رود واحد. هدخل هنا اديله الستايل خاص بالكتابات والستايل خاص بالالاينمنت، وادخل هنا اهم حاجة اديله سرعة تصميمية ما تزيدش عن 70 كيلومتر. في المنحنيات العكسية طبعا بتبقى موجودة عندنا على الطرق اللي السرعة بتاعتها ما تزيدش عن 70 كيلومتر. دوس كرايتيريا بيز ديزاين عشان نستخدم الايه السوبر ايفيشن، وبعد كده اقول له اوكي، واروح هنا اقول له درو تانجنت وز نو كيرف. اختار اول اختيار وابدا من هنا لهنا واقول له انتر، وبعدين ارجع اختار تاني نفس الاختيار من هنا لهنا واقول له انتر. دلوقتي انا رسمت الاينمنت. لما اجي اسلك هنا ده جزء من الاينمنت وده جزء من الاينمنت تاني. ده مش عليه ليبل لان فيه هنا جزء مفصول لازم ايه لازم نربطه. طب الجزء ده هنربطه بايه؟ هنربطه بالريفرس كيرف. طب هنعملها ازاي؟ من البانوراما من فوق اضغط هنا واقول له ان انا عايز اعمل floating curve from entity radius through point، واضغط هنا وبعدين اضغط على الجزء الاولاني من الالاينمنت. هنا بيقول لي الراديوس المطلوب 203 طبقا للسرعه التصميميه اللي انت مديها لي والسوبر ايفيشن اللي انت مختاره، وهقول له انتر. انا موافق على الكلام ده. بيقول لي عايز الكيرف ده يبقى في اتجاه الزاويه الأقل من ولا الأكبر من ال 180. طبعا أختار الأقل من 180، وبعدين نتحرك كده عشان نرسم الكيرف بتاعنا. مثلا الكيرف بتاعنا انتهينا عند النقطة دي. تمام. أرجع تاني وأختار من هنا حاجة اسمها free curve fillet between two entity and radius. بضغط هنا واختار أول entity اللي هو الكيرف ده، والنكست entity بختار هنا الالاينمنت أو الجزء ده من الالاينمنت، وهنا بختار طبعا الزاوية ليس زي 180، وهنا بقول له الكيرف بتاعي يبقى ريفرسد كيرف معكوس، واقول له انتر. طبعا هنا راح راسم لي الالاينمنت بتاعي بالكيرف العكسي. ادي نقطة بداية الكيرف الاولاني البوينت اوف كيرف، وادي نقطة منتصفه، وادي البوينت اوف ريفرسد كيرف الكيرف العكسي، نقطة بداية الكيرف العكسي وده منتصفه، ودي نقطة البوينت اوف تانجنت. طب بالنسبة للكومباوند كيرف او الكيرف المركب بنفس الطريقة. هروح هنا اقول له الاينمنت كريت الاينمنت فروم باي اوت، هيبقى اسمه رود 2. نديله طبعا السرعة نقول مثلا 60. مش كريتيريا بيز ديزاين ونقول له اوكي، ونروح هنا نقول له درو تانجنت وز نو كيرف. نبدأ من هنا لحد النهاية نقول له انتر. نختار نفس الاختيار تاني من هنا ولحد النهاية نقول له انتر، وبعد كده هروح اقول له ان انا عايز اعمل floating curve from entity radius through point. اختار هنا الايه ادي اول كيرف، ادي اول تانجنت. بيقول لي الراديوس اللي انت اخترته على حسب السرعه التصميميه والسوبر ايفيشن بتاعك هيبقى 135. ده اقتراح، انا بقول له انتر، انا موافق على الاقتراح ده، واختار الزاويه ليس زي 180، وبعدين ابتدي ارسم له الكيرف بتاعي بالشكل ده. كده احنا رسمنا الكيرف الاولاني. ارجع تاني واقول له ان انا عايز اعمل فري كيرف فيلت بتوين تو انتيتي اند راديوس. هنا بيقول لي ادي الفيرست انتيتي حدده، وادي النكست اهو الالاينمنت التاني، واختار الزاوية للزي 180، وهنا اقول له ان ده عبارة عن كومباوند كيرف مركب، واضغط هنا. طبعا هنا بيقول لي الزاوية 135، بقول له انتر. اضغط هنا في اي مكان وابتدي ارسم ارسم الكيرف بتاعي بالزاوية المناسبة. طب انا بكبر اهو، انا ضغطت هنا في اي مكان كده، بتحكم في بتحكم في الكيرف بتاعي. مثلا انا عايزه بالشكل ده، اديله انتر واقول له سكيب. خلاص هو كده رسم لي الكيرف بتاعي اللي هو الكيرف المركب. نقطة بداية الكيرف منتصف الكيرف الاولاني، وادي البوينت اوف كومباوند كيرف اللي هو بداية الكيرف المركب، وهنا طبعا البوينت اوف تانجنت وده منتصف الكيرف التاني.